عايزة تبدأي مشروع أو عايزة تتعلمي شغل الهاند ميد، يبقى أهم حاجة لازم تفكري فيها في الأول هو المادة اللاصقة اللي انت هتلزقي بيها. احنا هنا هنتكلم عن الشمع. الشمع من أهم المواد اللي احنا بنستخدمها في شغل الهاند ميد. طبعا في حاجات تانية بنلزق بيها. الشمع هنا أنواع، أنا بستخدم هنا النوع التايواني، واستخدمت برضو الماليزي والتايواني من أهم الأنواع للشمع. طبعا في ناس متعرفش الفرق باستخدامات الشمع أو أنواعه، لكن أنواعه بتفرق. يعني عندي هنا ده نوع مجهول المصدر، اولا بيبقى اقصر، ثانيا بيبقى لونه اصفر، هو هنا مش باين في التصوير، بيبقى لونه اصفر، فلما بتيجي تلزقي بيه بيبقى مدي صفار كده للشغل، غير انه بيسيح على طول وبيهدر معاكي الشمع. يعني انا احط صباع من الشمع التايواني او الماليزي او التركي يعيش معايا اكتر من الشمع ده، هو تقريبا صيني، او في كمان شمع مجهول المصدر. هنا طبعا انا بجيب الباكت. طبعا لما بتجيبي الباكت بيبقى اوفر معاكي من لما تجيبي سايب. دلوقتي صباع الشمع بيتباع ب4 جنيه، طبعا مع اختلاف الاسعار والدولار. وطبعا الشمع ده للمسدس ده اللي هو الشمعة عريضة بتاعته، في طبعا شمعة رفيعة عن كده. هنا طبعا المسدس زي ما انتم شايفين كده ده عايز يتنضف. انا حتى هعمل لكم فيديو ليه ان شاء الله، انا سايباه كده بعد فترة من الشغل اهو. ليه طريقة في التنظيف عشان يرجع جديد زي الاول. وكمان المسدس ده تايواني، لو موجود طبعا تجيبيه من حارة المزين في العتبة او من اي مكتبة طبعا، بس يعني لو هتجيبي شغل وكميات تبتدي انك تنزلي تجيبي من مكان واحد. وهنا طبعا الشمع ده انا بجيبه من الفجالة. وكده انواع الشمع معانا ماليزي، تركي، تايواني، صيني او مجهول المصدر خالص. طبعا اللي تلاقيه مجهول المصدر ده ما تشتريهوش خالص. يلا بينا بقى اوريكم اشكال الانواع عامله ازاي. اول نوع معايا هو النوع الماليزي اهو. النوع دوت مكتوب هو ميد ان ماليزيا، عليه علامه الصقر ده. النوع ده ممتاز جدا جدا. تاني نوع معايا ده النوع التركي، اغلى شويه من الماليزي ومن التايواني، بس انا بصراحه بحب التايواني او الماليزي. النوع ده برضو تايواني اهو، اسم تاني اسمه النموري، والنوع اللي عندي ده تايواني. طبعا النوع المجهول المصدر مش هتلاقيه مكتوب عليه اي حاجه. وفي كمان نوع صيني ما انصحكيش تشتريهم خالص، هيهدروا معاكي في الشغل ولزقهم مش حلو ولونهم اصفر. وبكده نكون عرفنا كل الانواع. طبعا على حسب ما بتلاقي بقى قدامك، لقيتي التايواني او الماليزي او التركي اشتريهم. لكن لو انت رايحه تشتري بالصابع او الاتنين، ممكن تجربي واحد الاول، لو عجبك في الشغل تبتدي تجيبي منه. وبكده اكون وضحت لكم انواع الشمع واهم انواع اللي المفروض نستخدمها في شغلنا. الناس اللي بتسألني على انواع مسدس الشمع، طبعا ده النوع المعروف اللي موجود في السوق، ده نوع تايواني وممتاز جدا، وده اللي انا بستخدمه في الشغل. طبعا في نوع تاني صيني مستورد، والنوع برضو حلو بس بيبقى اغلى في الثمن شوية. النوع دوت موجود عند معظم الناس، وموجود منه الشمعة الرفيعة والشمعة العريضة، وتقدري تشتريه من اي مكتبة او من العتبة. ده اول نوع اللي هو النوع التايواني، واللي تحت ده الابيض ده النوع الصيني المستورد، ممتاز جدا برضو. طبعا على حسب امكانياتك، النوع الصيني اغلى من التايواني، ودول بيكونوا افضل نوعين موجودين في السوق، بس طبعا التايواني اقلهم سعرا، فانا برجحه طبعا لكل حد بيبتدي شغل الهاند ميد. يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.